فرض في مصر شجبه لأي محاولة لإلحاق الضرر ببعثة المنتخب الجزائري لكرة القدم بعد اعتداء شبان مصريين على حافلة كانت تقل الفريق الجزائري بعد وصوله للقاهرة لملاقاة نظيره المصري غدا في الجولة الأخيرة بتصفية كأس العالم 2010. وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي الموجود حاليا في مصر دان الاعتداء الذي تعرض له الفريق الجزائري، وطالب نظيره أحمد أبو الغيط اتخاذ كل الإجراءات لحماية اللاعبين، كما استدعت الخارجية الجزائرية السفير المصري للغرض نفسه. وتحدثت بعض المصادر عن نية الفريق الجزائري مغادرة القاهرة قبل إجراء المباراة، فيما يقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم المجتمع في القاهرة بجهود لإقناع المنتخب الجزائري بالعدول عن ذلك. هذه الأخبار التي وصلتنا من القاهرة مؤسفة ولم نكن نتوقعها، والحقيقة ربما